تبدأ حكايتنا بالحلب مع جيجو أمام منافس شرس لكنه مشوش ومتعب جدا. تقدم خطوة وضرب ضربة مستوجة لكن الخصم يصد ضربة ويبادر بالهجوم. ضربة من هنا وضربة من هناك والمباراة متقاربة. ضرب جيجو من جديد والخصم راوغ ورد عليه من الجانب بينما جيجو يفكر من أين ستأتي الضربة. ضربه ضربة أفقدت وزنه وأنهى الكلام بضربة أسقطته أيضا واشتعلت الأجواء بتلك الحركة. المدرب ينادي ولكن لا حياة لمن تنادي. الولد متعب حرفيا. جاء الحكم وبدأ بالعد التنازلي بينما يقول بنفسه لماذا أنا مستلق هنا أجل منذ ذلك الحين. عندما نادته فتاة لتعطيه هاتفه المحمول أثر بجمالها وشكرها. شعر بأنه مألوف ولكنه مختلف قليلا فقد كان لعبة بيد الأوغاد ويعاملونه كخادم يضربونه ويتحمل الضرب. وبينما هو يستنجد قالت فتاة أنه ينظر لساقيها فغضب زميلها وضربه حتى جعله يركع أمامه. حقا شيء في قمة الوساخة. وفي يوم الثاني يقول أنه قد أدرك أمثاله من الحمقى لا يمتلكون حبيبة والحمقى الذين لديهم حبيبة غير موجودين. لذا قرر أنه سيواعد فتاة وهذه هي فرصته لفعلها. ناداها وأراد أن يقولها ولكن عجز عن فعلها. استجمع شجاعته وقالها ولكن لم تسمعه بسبب الضوضاء منحوس والله. قررت الفتاة الذهاب ولكنه تبعها. وقفت واستدارت وسألته لماذا يواصل ملاحقتها. سألته بكل صراحة هذه المرة هل تخرجين معي. تفاجأت من سؤاله واستدارت إليه مباشرة وهاجمته بقبضتها. تصدى لها وقبل أن تضرب ضربة أخرى توقفت وضربته برأسه. تفاجأ جيجو من هذه الحركة وقالت أنها تكره الضعفاء أمثاله بشدة. ذهبت بطريقها ولم تعطيه فرصة. نظر إلى المبنى أمامه والتي هي صالة رياضية. سمعها تنادي بوالدها والذي هو صاحب المكان. لاحظ وجود جيجو وماذا فعل. ذهب نحوه وبطلنا بقمة الارتباك ووضع يده بكتفه وقال أنت هل فكرت أن تصبح ملاكما. وهكذا أصبح ملاكما. وبينما يتدرب ينظر إلى ابنة المدرب ويقول أنه قد أحب الملاكمة وأنه سيتعامل معها بجدية وأنها أفضل رياضة في حياته. سألته والدها ما رأيه به فقال أنه ممتاز إن أكمل بهذه الوتيرة. حتى ذلك اليوم عندما اقتحم المتنمرون الصف ويطلبون من الطلاب أن يسلموا ليكونوا بأمان عبرت الفتاة عن استيائها. سألها ماذا قلت. قال له هل لديك ما يشعرك بالذنب. أراد ضربها ولكنه تراجع وبدأ بالتنمر عليها. أهانها وأهان والدها بل وسكب عليها العصير. الكل ينظر إليها باحتقار. فجأة اتجهت الأنظار نحو جيجو الذي يسأل عن الشغب. استدار المتنمر نحوه بكل غضب ويقول هل كنت تلعن للتو. يقول في نفسه أنه لا يرغب بالقتال ولكن لا يستطيع أن يقف مكتوف الأيدي. حاول المتنمر أن يضربه لكنه أوقفه. قال واحد عدل وضعيته وجهز ليضربه بالثانية. انتظرونا بالفصل الثاني من حكاية جيجو ولا تنسوا الصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام ولا تنسوا اللايك والاشتراك واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه ودمتم في أمان الله.